هو النظام الجزائري بعد أن أدرك بأن السجل التجاري الخاص بملف الصحراء شارف على انتهاء صلاحيته، يبحث الآن عن سجل تجاري آخر، لكن هذه الخرجة كانت خرجة غير موفقة لأن النظام الجزائري ارتكب خطأ فادحا، وبدعمه للنزعات الانفصالية فهو يسير بخطوات ثابتة نحو تقسيم الجزائر. الذي حدث وما سمي بندوة الريف بالجزائر العاصمة، والتي حضر من خلالها رؤساء أحزاب سياسية جزائرية وبرلمانيين وممثلين عن بعض الدول، يعني بكل صراحة خبطة عشوائية غير موفقة فيها خرق للمادة 15 من معاهدة مراكش التي تحظر مثل هذه الممارسات، وتعتبر أن الجزائر هي يعني موقعة على معاهدة مراكش. وأنا كنت تساءلت في تغريدة أمس إذا كنتم تقومون بهذا الفعل فلماذا لا تنسحبون من معاهدة مراكش وتقولونها للعلن. يعني هذه خطوة تأكد على أن الجزائر الآن في عزلة دولية وعزلة إقليمية. تكلم النظام مؤخرا عن مشروع تكتل إقليمي بدون مغرب، وهو يظهر لي الآن لباقي البلدان المغاربية أنه يدعم الحركات الانفصالية أو النزاعات الانفصالية. هذا شيء غير مقبول، وأول المتضررين من هذه الخطوة هي الجزائر بذاتها، وهذا النظام الذي يدعي أنه يحارب حركة الماك هو يقدم لها الآن خدمة كبيرة، ويدفع نحو تنامي النزاعات الانفصالية في بلد تتجاوز مساحته 2 مليون كيلومتر مربع. أن هذه الخطوة إن دلت على شيء فإنما تدل على الإفلاس، إفلاس النظام الجزائري في عدائه للمغرب. هذه أولا. الإفلاس الثاني هو الإفلاس في قضية الصحراء. النظام الجزائري أدرك يقين أنه القضية انتهت داخليا، في الداخل لا يوجد صوت للبوليزاريو نهائيا. مسألة أو القضية الانفصالية أو أطروحات البوليزاريو لم تعد موجودة عند ساكنة هذه الأقاليم. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة إفلاس في العداء والصراع مع المغرب، عندما تصير أنك دولة تدعي بأنك تحترم سيادة الدول، تحترم وحدتها الترابية، تحترم جغرافيتها، تحترم حكوماتها، تحترم مسؤوليها، وتلجأ إلى أنك تجلب 5 أفراد يعيشون على المساعدات الاجتماعية في أوروبا، ليس لديهم ماضي نضالي ولا أي شيء، تحاول أن تصنعهم عبر الدعاية الإعلامية وتوفر لهم الإمكانيات المادية ليستهدفوا دولة. وهذا الاستهداف مرفوض في ميثاق جامعة الدول العربية، مرفوض في معاهدة مراكش التي أنشأ بموجبها اتحاد المغرب العربي، مرفوضة في ميثاق الاتحاد الإفريقي. كل الهيئات الدولية والمؤسسات والدول في علاقاتها الدبلوماسية ترفض رفضا قاطعا استهداف وحدة ترابية بلد. أنا أعتقد بأن النظام الجزائري وصل إلى مرحلة الجنون بعدما أفلس في كل شيء، فلجأ إلى هذه الخطوة، ربما يحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ليس إيجاد حل لقضية الصحراء فقد حسم أمرها. على الأقل يريدون الإبقاء على الوضع كما هو إلى أجل غير محدود على حساب ناس راهم رهائن في هذه المخيمات. أعتقد بأن هذه الخطوة وصمة عار. أنا لا أدري هذا النظام كيف يفكر في سمعة الجزائر عندما يرى العالم العربي والعالم الإسلامي والدول العالم دولة الريف هذا مستقر آمن، ريف مغربي، الناس يتمتعون بكل حقوقهم، تروح تجلب 5 أشخاص موجودين في الخارج وتعمل لهم حركة وتمولهم وتطلعهم في التلفزيونات وبطرق، وانت تدرك أنهم يحتالون عليك من أجل كسب الأموال، مثلما احتالت البوليزاريو على الجزائريين على مدار نصف قرن على أساس أن البوليزاريو عندها قوة تأثير في الشارع الصحراوي كما يقولون، ولا شيء بعد ذلك مثل هذا الأمر. أنا أعتقد بأنه ما حدث مهزلة وفضيحة بامتياز وعار في جبين الجزائر، وطبعا في جبين هذا النظام، والجزائري والشعب الجزائري بريء من مثل هذه الخطوات. لأن الغريبة أنهم استهدفوا الريف وجابوا 5 أشخاص يدعون بأنهم يناصرون الريف. هل يتجرأ هؤلاء أن يتحدث على أن الذين تم طردهم في منتصف السبعينات في يوم عيد الأضحى المبارك أغلبيتهم الساحقة 99% هم من أبناء الريف؟ هل يجرأ هؤلاء ويطالبون باسترجاع ممتلكاتهم وفلوسهم؟ أخذوا لهم بيوتهم، أخذوا لهم من أراضيهم، أخذوا لهم كل شيء. فهل يجرأ هؤلاء؟ هل يتجرأ هؤلاء الذين هم أصلا يقاسمون الماك في أطروحاتها، والماك مدرجة في عند النظام الجزائري في قائمة الإرهاب، وهؤلاء حلفاء الماك؟ أعتقد بأن النظام الجزائري أصيب بالإفلاس في
العلاقات مع المغرب، والسبب هو هذه الحكمة التي اتسم بها المغرب، حيث لم يقطع العلاقات، لم يرد بالمثل، ولا قام بأي شيء من هذه الإجراءات التي لا تمثل الشعب الجزائري تجاه أشقائهم المغاربة وليس إلا. الفرق بين المغرب والجزائر: المغرب يتصرف بمنطق دولة، والجزائر يتصرفون بمنطق عصابة. المغرب يعادي الحركات الانفصالية، لا يفتح لها الأبواب، لا يشجعها. المغرب يحارب منذ نصف قرن من أجل قضية الصحراء لأنها قضية انفصالية. بربك كيف يعني الآن يأتي ويدعم انفصاليين آخرين؟ المغرب دائما يد ممدودة للجزائريين، في حين يد الجزائريين مغلولة تجاه أشقائهم المغاربة. أعتقد بأن هذا نوع من النفاق ونوع من الكيل بمكيالين. النظام الجزائري يتحدث عن تقرير مصير الشعوب، وهو يكيد للشعوب التي طالبت تقرير مصيرها، وأولهم الشعب الجزائري الذي لم يقرر مصيره منذ الستينات، ويعيش على وقع الاضطهاد والاستبداد والفساد وحتى إرهاب الدولة أيضا. أنور، أنت كجزائري ترى بأن هذه الخطوة التي قام بها النظام الجزائري هي هدية ربما للمغرب، وربما في المستقبل قد تؤدي إلى تقسيم الجزائر؟ النظام الجزائري فيه لوبي هدف تقسيم الجزائر، ودعم هذه الحركات الانفصالية بهذه الطريقة هو تشجيع لحركات انفصالية في الجزائر. وأعتقد بأن الذي يريد أن يسقي كأس أن الندم للآخرين سيندم هو أكثر ويشرب من هذا القدح نفسه. هذا الذي يجري، لأن النظام الجزائري الآن يجب أن أنا اللي أحتار فينها جامعة الدول العربية، دولة عضو في جامعة الدول العربية تعمل على المساس بقدسية وجغرافية ووحدة ترابية لدولة جارة بهذه الطريقة المفضوحة، ولا أحد يتحدث. من المفروض هنا تتحرك الجامعة العربية وأصلا تجمد عضوية هذا النظام الجزائري في جامعة الدول العربية، لأنه أن تصل لدرجة ممكن تكون في حركة أصلا موجودة انفصالية لا علاقة بها، ممكن تعلن موقف معين، حتى هذا غير مبرر، ولكن لنفرض أنها كانت موجودة واتخذوا بعض التماهي أو خلوهم جو الجزائر وتكلموا، ممكن جدا أنها تهضم لدى الأطراف. أنه الريف ما فيش أصلا انفصالية، تأتي أنت وفي نفس الوقت تقول مليليا الإسبانية وسبتة الإسبانية وتحدث لي على الريف المغربي وتريد أن تجعل فيه جمهورية. أعتقد وأنت دمرت الجمهورية الجزائرية. أعتقد أن هذا دليل قاطع على الإفلاس الذي يعاني منه النظام الجزائري تجاه الأشقاء المغاربة وتجاه مثل هذه القضايا التي زادت الجزائر عزلة وأبعدتها عن المنتظم الدولي وجعلت الجميع لا يثقون فيها. بربك من الدول العربية يمكن أن تثق الآن في النظام الجزائري وهم يرونه يكيد لوحدة المغرب وترابه وجغرافيته بهذه الطريقة المفضوحة والممجوجة التي تتنافى مع الأخلاق والقيم وحسن الجوار وحتى بالقوانين الدبلوماسية والمواثيق الدولية أيضا.